والبنت اللي تدخل المطبخ وتساعد أمها في إحضار الفطور وتساندها وتساعدها، أرفع لكم العقاب. والله العظيم أنتم تاج على الرأس. وعلى فكرة أختي، يعني هل أنت تظنين أن أنت فطرتيهم وهم كلا والحمد لله خلاص مع السلامة؟ لا، أنت أفطرتي صائمين. إذا كان في البيت 5 صائمين أنت حصلتي على أجر ال5، ما في شيء يضيع عند الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. يعني قد تكونين أنت في اليوم الواحد تصومين 5 مرات، لك أجر صيام 5 مرات، أجر صيامك وأجر صيام كل اللي أفطرتيهم. والله إنكم بنات رجال وكفوا، وشيروا لهم المقطع أو سووهم منشن، يستحقون الشكر والتقدير والثناء. وأسأل الله أن يفتح عليكم خزائن السماوات والأرض، ونشروا هذا المقطع للمنفعة تشجيعا للبنات الجواهر اللي يساعدون أمهاتهم في البيوت. ثم إذا أردت أن يحبك الله، يا إلهي جملة صعبة أوي، أنا قلتها سهلة وحضرتك سمعتها أسهل، لكنها جملة ثقيلة كالجبال. والله إذا أردت أن يحبك الله، ما بقولش إذا أردت أن تحب الله، أمر عادي أن يحب المؤمن ربه، لكن إذا أردت أن يحبك الله فحسن أخلاقك، حسن أخلاقك. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أحب عباد الله إلى الله، الله يحب أصحاب الأخلاق الكريمة الحسنة، يحب أصحاب الوفاء والبر والتقوى والإحسان إلى غير ذلك. وإذا أردت أن يحبك رسول الله وأن تكون قريبا منه في مجلسه فحقق حسن الخلق. روى الإمام الترمذي وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي، يا رب اجعلنا منه، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كل عام وأنتم بخير، شهركم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله الذي بلغنا هذا الشهر أن يتقبله منا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الصوام القوام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقومه إيمانا واحتسابا. مين تتمنى يبقى أحسن منك؟ ابني نقطة ضعفي. أنا أحوش وأكوش وأتعب وأشقى وأتغرب عشان ابني، أكسر نفسي أنا وأجي على نفسي، بس ابني محدش يقول له كلمة واحدة في يوم من الأيام تزعله. اللي يحب ابني عشقه، واللي يكره ابني أكله بسناني. ابني أدعي ربنا ياخد منه ويحط فيا، يبقى على قلبي زي العسل.